السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قناتكم المفضلة قناة التتش. لو أنت مش مشترك في القناة انزل حالا افعل السبسكرايب الجامد بتاعك واعمل لايك. عايزين نوصل الفيديو ده على قد لايكات انت ما تقدر، وعلى قد ما انت عايز تدوس دوس، وعلى قد ما تشيره لاصحابك شيره. موضوعنا النهارده كذا موضوع، موضوعين او ممكن 3 مواضيع، بس موضوعين هم الرأي العام بتوع الأيام دي. نبدأ معانا بأول موضوع، وقبل ما نبدأ أي حاجة صلى على سيدنا محمد أشرف الخلق. طبعًا كلنا شُفنا الهزيمة بتاعة نادي الأهلي، الفضيحة اللي طلع منها الأهلي بخسارة هزيلية، وخسارة ما توقعناش إنها تحصل، أو كلنا كنا متوقعين إن الأهلي كان هيكسب سكور كبير، على الأقل 2، 3، 4، وكان هيقدّم ماتش كويس، على الرغم من إن اللعيبة كلها اللي كانت بتلعب لعيبة منتخبات، لعيبة فريق أول، لعيبة أكتر من 80% منهم لعبوا مع أندية فرق أول، ولعبوا مع أندية في الدوري المصري. وفي المقابل الناحية التانية أنت بتلعب مع فريق درجة تانية، فريق المصرية للصالات فريق درجة تانية، كل اللعيبة اللي فيه درجة تانية. وفي المقابل الأهلي خسر 2-1 بماتش فضيحة بسبب بعض اللعيبة كانت ساذجة في الملعب، بعض اللعيبة كانت بتجري في الملعب إن هو بتتمشى يا عيني، اللعيبة عايزة تتمشى، اللعيبة مش عايزة تلعب، هو أنا باتمشى. طبعًا ليه؟ كل اللي شاغلهم العقود، وأنا مين اللي هيجدد ومين اللي هيعمل، رغم إن هو المفروض ما اتاخدش المنتخب، فالمفروض إن هو يدغدغ الدنيا علشان خاطر يثبت لحسام حسن إن أنا كنت صح، إن أنت ما خدتنيش المنتخب. كل ده ما حصلش، شُفنا العكس، شُفنا لعيبة ساذجة، شُفنا طاهر بيعمل إنذارين ورا بعض وبيطرد بلعبة ساذجة، بدل ما يرجع يدافع، كرة اتقطعت منه، لبِّس نفسه طرد واتطرد وخسّر النادي الأهلي لعيب في آخر كام دقيقة ولبسنا جون بسببه. شُفنا حسين الشحات بيتمشى، شُفنا المدافعين بتوعنا ما شاء الله كلّهم أسود من السواد. وبعد ده كله عزيزي المشاهد أنا جايب لك خبر أنت هتنصدم لمّا تسمع الخبر ده. أنا مش عايز أقول لك إن بعد ده كله اللعيبة بتاعتنا بعد الخسارة وطلوعهم من دور ال32 من كاس مصر بالفضيحة دي، مش عاجبهم إن هم عملوا عليهم عقوبات. يعني أنت طبيعي أنت ما تتعملش عليك عقوبات، لأ أنت الطبيعي إن أنت هتتسرّح من النادي، يعني الطبيعي بتاعك إن أنت هتمشّي من النادي خالص وما تجيش تلعب في النادي الأهلي ده تاني، لمّا تخسر من فريق درجة تانية وأنت حضرتك القيمة التسويقية بتاعتك تعمل أضعاف الفريق اللي أنت خسرت منه. يعني اللعيب اللي هو لبّسنا جونين ده من المصرية كان من ناشئين الأهلي ومشي بياخد في السنة 100,000، في المقابل إحنا عندنا أقل واحد في النادي الأهلي اللي هو محمد سيحة بياخد في السنة ملايين. فأنت لو شايف إن أنت خسرت، أو إن أنت خسرت ومش فارق معاك الكلام ده، لا يا باشا غور في 60 داهية، مع إن أقسم بالله إن أنتم كل اللعيبة هتلاقي كانت فاكرة إن هم كانوا بيلعبوا في كاس الرابطة مش في كاس مصر. يعني اللعيبة دي أغبيا لدرجة إن هم زمانهم فاكرين إن هم كانوا بيلعبوا في كاس الرابطة مش في كاس مصر. فأنت ما تجيش تتكلم معايا لمّا أعمل عليك عقوبة وتيجي ما أنتش راضيها، وده اللي حصل، وده الخبر أنا جايبه لك عزيزي المشاهد، إن اللعيبة كلها رافضة العقوبة كلها اللي وقعت عليها، كلّهم مش عاجبهم العقوبة، يقول لك اشمعنى الدوليين، يا حبيبي ما هم الدوليين بيلعبوا، الدوليين مفرّحين منتخب مصر، مفرّحين شعب مصر، وصعدوا لدور ال16، فأنا هاوقّع عليهم عقوبة ليه؟ هم ما لعبوش أصلًا، ما هو أنا لو بالعب بالدوليين كان زمان كسبت ولا الحوجة ليك ولا لأمثالك. كان زماني صعدت من دور ال32 وكان زماني كسبت، إنما أنا بالعب بشوية فشلة وشوية لعيبة عالة خرّجتنا من المصرية للاتصالات، وجايين دلوقتي تقول لك أصل ليه أنتم بتوقعوا علينا عقوبة، إحنا رافضين العقوبة دي، يا باشا ترفض والّا ما ترفضش عن أمك ما رفضت، أنت كده العقوبة هتقع عليك غصبٍ عنك. أنت عايز تقول لي أصل أنا سوّيني باعمل لي استثنا زي الدوليين، ما الدوليين ما لعبوش، فأنت اللي لعبت فتاخد عقوبة. طلع يقول لك طب ما اشمعنى اللي ما لعبوش في الماتش اللي كانوا على الدكة أنت عمل لهم استثنا. طب وأنا هاسوي يعني هو الراجل ما لعبش، ده على لساني، في ناس تانية يقول لك اللي على الدكة كمان خدوا عقوبة، فبالتالي اللي على الدكة هيقول لك هو أنا لعبت عشان تدّيني عقوبة أصلًا؟ مضمون الكلام اللي أنا جاي أقوله لك يا عزيزي المشاهد إن اللعيبة بتاعة الأهلي الفشلة مش عاجبهم العقوبة، والعقوبة إن هم اتخصم منهم لمدة شهر، يعني مش على مدى كبير أو مستحقات اتوقفت، لأ اتخصم من كل واحد منهم عقد 10%، يعني كل عقد في الشهر اتخصم 10%، اللي بياخد منهم في الشهر اتخصم منه 100,000 ومش عاجبهم. يعني اتخصم منهم المبالغ الصغيره دي 10%، انا اقسم بالله قلت هيتخصم منه نص العقد كامل بعد الحركه دي. ما انتوا خسرتوني بطوله وخسرتوني فلوس كنت هاخدها، فيجي لما اتخصم منك 10% بس مش عاجبك، لا يا حبيبي غرفه 60 داهيه. مش فاهم انا يعني ايه انت ازاي ده انت بدل ما تقول احنا اسفين وطلعت تعتذر والكلام ده كله طلع تقول لك لا انا ما ينفعش تخصم مني، يلا اعمل غرفه 60 داهيه يا عم. ده كان اول خبر معانا النهارده يا صديقي. نيجي بقى للخبر التاني اللي هو الترند، الخبر المطرقع في الدوري المصري، والخبر المطرقع في الاعلام كلها في الكوره، والخبر المطرقع اللي كل الصفحات بتتكلم عنه.
بنتايج هرب من نادي الزمالك بعد ما خطب او بعد ما اتجوز بنت احمد سليمان عضو مجلس الاداره لنادي الزمالك. طبعا كلنا من كام يوم كنا متابعين ماتش الزمالك وبلديه المحله اللي الزمالك كسبه 1-0 في دور ال 16 او دور ال 32 مش متذكر يا ربي، في كاس مصر وصعد منه. طبعا الاداء كان وحش جدا 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 وما عجبش اي حد، لا اهلاوي ولا زملكاوي ولا اسماعيلاوي، ولا عجب اي حد ولا عجب المدير الفني. طب المدير الفني بتاع الزمالك احمد عبد الرؤوف جه في المؤتمر الصحفي بعد الماتش فضح الكل، لبس الكل عبايات سودا حرفيا زي ما بيقولوا. طلع يقول لك ان انا ما اعرفش فين بنتايج، او ان بنتايج اصلا احنا مش مدينه اجازه وهرب وما بيجيش يتدرب معانا. ده بند. البند التاني يقول لك احمد حمدي انا مش هلعبه معايا وخرج من حساباتي عشان دي امر شخصي معايا انا. ده تاني هام. اول هام بنتايج طلع قالوا لك ان هو فسخ عقده من نادي الزمالك من طرف واحد علشان ما بياخدش مستحقاته. طلع يقول لك بنتايج انا معيش فلوس، انا عاوز فلوس، انا قدمت لكم انذار ومحدش عبرني، فبالتالي انا خلاص سلام عليكم، انا هقعد معاكم اعمل ايه؟ ما هو انتوا ما عبرتونيش، انا اللي هقعد معاكم. فمشي، ففسخ عقده وما بلغش حد وخد بعضه ومشي. المشكله ان الزمالك بقى مش يقول لك ما نشوف الحل ولا نساعده ولا نعمل اي حاجه، الزمالك يطلع بيان يقول لك احنا مش عارفين اي حاجه بالكلام ده، والكلام ده مش صحيح اصلا، وان بنتاج هرب واي حد هيقرب يتعاقد معاه هنساله مساله قانونيه وقصه وموال. الموضوع كله من اوله لاخره مفشكل، يعني ما انتش عارف مين مع مين. يعني انت مش انتش عارف مين مع مين، يعني لعيب يهرب، لعيب ما خدش فلوسه. وعلى فكره مش اول لعيب، عبد الحميد معالي الموهبه الابرز عملها من كام يوم برضه وخلع وراح اتحاد طنجه فريقه القديم برضه عشان ما كانش بياخد المستحقات بتاعته. فالزمالك اصلا عنده مشكله في قصه المستحقات، هو مش عارف يعملها، مش عارف يحلها. حلها بس كان مسكن ان هو جاب لكل واحد مبلغ صغير واللعيبه سكتت شويه وبعد كده الموضوع مات تاني. مش عارف يحلها ولا هيعرف يحلها، عارفين كلنا ان هو مش هيحلها. فاحنا عارفين ان الزمالك مش هيحلها ولا هيعرف يحلها. فبالتالي ما كانش حد يعرف اصلا ان بنتاج هرب. يعني انا عندي مشكله كبيره جدا 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 مع المدرب بتاع الزمالك. انت ما حدش يعرف ان بنتاج هرب، وما حدش يعرف ان بنتاج اصلا انت من دون اجازه ولا مش اجازه، والدنيا كانت ساكته والزمالك كسبان والتحفيل على الاهلي والدنيا زي الفل. طلعت انت بكل سذاجه في المؤتمر الصحفي يقول اصل بنتايج مش معانا وان هو مشي وما قالناش وما بيتدربش ومش واخد اجازه. انت فضحت الدنيا، انت لبست الاداره كلها اسود، خليت الاعلام كله ساب كل حاجه. يعني انا ممنون لك جدا 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 على الحركه اللي انت عملتها دي، وخليت الناس كلها تنسى الهزيمه الفضيحه اللي الاهلي حصل فيها اللي اتكلمت فيها في اول الفيديو. وكل الاعلام كله ركز مع بنتايج. الاعلام كله مفيش كلام غير بنتايج، بنتايج هرب، بنتايج اتجوز بنت احمد سليمان عضو مجلس الاداره وخلع. الاعلام كله يقول لك يا احمد سليمان شوفه، يقول لهم انا ماليش علاقه. طب يا ده جوز بنتك انا ماليش دعوه، طب انت حماه يا باشا، الحما والاب ما لهمش علاقه بالكوره. طب هو ده ينفع يا جماعه؟ هو احنا بنلعب؟ هو ده لعب؟ يعني انا مش فاهم. وبعدين انا عندي نقطه تانية بتكلم عليها، هو ازاي جون ادوارد يبقى ماسك مهام كرة القدم كاملة في نادي الزمالك؟ يعني رئيس النادي مش عارف يتكلم معاه ان هو يمشيه؟ طب عنده شرط جزاء هنقول ان هو هنسيبه يقعد؟ طب رئيس النادي مش عارف يمشي مدرب؟ يعني احمد عبد الرؤوف ده اصلا في كلام ان هم عايزين يمشوه. احمد عبد الرؤوف مش عارفين يمشوه بسبب ان جون ادوار رافض. يعني رئيس النادي كده الصبح الصبح لقى الاداء وحش، قال احنا هنمشي ايه؟ احمد عبد الرؤوف. طلع جون ادوار قال له انت تعبيط ولا ايه؟ انت مجنون؟ محدش هيقرب منه، مش هنمشيه يا حبيبي. طب انت انا رئيس النادي، رئيس النادي على نفسك، مش الكيكه دي، انا هنا الكبير. ما هو ده بالظبط اللي ماشي في نادي الزمالك، جون ادوار هو الكبير بتاع الليله دي كلها. هو اللي يقول يجيب مين، يبيع مين، يجيب انهي مدرب، يمشي انهي مدرب، الفلوس ماشيه ازاي، يشتري لعيبه، مستحقات قضايا. هو اللي مسك كره القدم كامله مكمله جون ادوار. ودي بحد ذاتها مصيبه، لما رئيس النادي مش عارف ياخد قرار في النادي اللي هو مرؤوس عليه، تبقى دي بحد ذاتها مصيبه. اقول لك بقى هي المصيبه الاكبر في ايه؟ ان هم مش عارفين ان هم يمشوه لسبب، علشان خاطر هو في شرط جزائي في عقده رقم كبير. فالزمالك لو مشاه محتاج يدفع الشرط الجزائي، والزمالك ما معهوش ان هو اصلا يدفع فاتوره الكهرباء ولا فاتوره الميه ولا فاتوره الكمامه حتى الزباله. فانت مقتنع ان هو ممكن ان هو يمشي جون ادوارد؟ مستحيل. جون ادوارد هو اللي ماشيهم كلهم، يعني ماشيهم كلهم على عجين ما يلخبطوش. انا عايز ده هو ده اللي هيقعد، انا مش عايز ده هو ده اللي هيمشي، اللعيب ده انا هجيبه، اللعيب ده انا مش عايزه، اللعيب ده يلعب، اللعيب ده ما يلعبش. هي دي كانت مشكله. انا عايز اعرف مين اللي عمل البند بتاع الشرط الجزائي مع جون ادوارد، او مين اللي كان عمل بنود العقد اصلا ولبس نادي الزمالك فيه، مين اللي راح جابه، مين الاساس اصلا. وبعدين
في موضوع تاني خالص بقى، نروح نطلع من القصه دي كلها ونخلينا في جون ادوارد شويه، فوقك من الزمالك بقى. جون ادوارد امبارح نزل بيان فضح فيه نادي الزمالك من اوله لاخره، زي ما بيقولوا كده بلغه الشارع سلفينهم، اداهم سبعات في تمانيات، خلاهم هم مش نافعين في اي حاجه. اللي هو انتوا ضحكتوا عليا، وانتوا كنتوا قايلين فلوس هتاخد 700 مليون، وفي الاخر رست على 400 مليون، منهم 50 مش عارف متبرع ومنهم 30، وماشي حالك بالبيع والشراء، وكل الوعود اتبخرت، وكنت عامل فتره زمنيه هنشتغل عليها، وكل ده مشي سلفينهم. يعني انا شايف ان البيان اللي جون اودر طلعه وكانت انا المضحك بالنسبه لي اخر حته تحت القائم بالمدير الرياضي لنادي الزمالك. يا على المتعه، يا على الكلمه وجمالها. القائم بالاداره الكرويه، مدير الرياضه في نادي الزمالك، بين قوسين رئيس نادي الزمالك. ما هو انت كده مهام نادي الزمالك. طلع سلفينهم، خلاهم مش نافعين حرفيا. يعني عمل البدع معاهم في البيان ده. يعني انا عزيزي، انا نفسي تخش تتفرج على البيان، يعني تسمع البيان حتى او تقراه او تسجله صوت انت وتسمعه. فضيحه. المشكله بقى ان الزملكاويه انقسموا لقسمين. قسم طلعوا يسفوا على نادي الزمالك بعد البيان، والقسم التاني طالع ان هو يزوم على جون ادوارد. اللي هو طب وانت كنت فين لما رحت اشتريت اللعيبه؟ وانا معاهم الصراحه في النقطه دي. لما انت كل الوعود اتبخرت، لما انت اتقالك ان انا هديك 700 مليون تظبط بيهم الايه، الكرة كلها، ولقيتك انت واخد 400 مليون بس. لا يا باشا اقعد، ده شغل حسابات. اقعد شوف يمين وشمال مين اللي هيمشي، هتمشي ازاي، هتجيب مين، هتوفر ازاي، هتهدي الدنيا. انت عندك فيه 300 مليون فرق. لا انت ما عملتش كده بقى، انت رحت رايح شاري لعيبه، اشتريت ودفعت هنا قسط هنا ودفعت هنا قسط هنا ودفعت ده مش عارف ايه، وجبت ده ونسيت تدفع فلوس اللعيبه بتاعتك اصلا اللي معاك. يعني انت اشتريت خوان بزيرة، اشتريت الواد الانجولي ده اسمه ايه، شيكو بنزل رقاص، اشتريت لعيبه من فاركو، عمال تعمل وتأجر في استادات عشان يتدربوا عليه، استاد الكليه الحربيه ما اعرفش ازاي نادي الزمالك بكامل كواكو ده كله بيتدربوا في استاد الكليه الحربيه. بس ما علينا، يعني مش قصتنا. فانت كل ده الفلوس كلها اتوزعت، فجاي في الاخر تقول اصل انا كنت فين؟ يعني طب وانت بتوزع الفلوس ما هديتش الدنيا ليه؟ حط الفلوس في المكان اللي تستحقه، يعني حط المبلغ في المكان اللي يستحقه. ساعتها انا ممكن اقول لك ان انت ماشي، انت حاولت على قد ما تقدر تحرجم الدنيا من هنا من هنا شويه، بس انت ما عملتش كده. الواضح امامي ان انت ما عملتش كده. انت كل اللي انت عملته ان انت ضيعت الفلوس، اشتريت لعيبه كسر 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 كسر، حتى مش كسر زيرو، لا كسر. لعيبه مستعمله جدا، لعيبه من فاركو ما تنفعش ان هي توقف الزمالك على رجله. وبعدين ايه اللي حصل؟ ما فيش فلوس، ما فيش ولا فلوس، ولا عارف تدفع مستحقات لعيبتك ومشيت، ولا عارف تجيب لعيبه تانية، وبرضه الدنيا هتخرب. اترفع عليك قواضي من نادي انت مش عارف تدفع له الاقساط بتاعته، زي عبد الحميد معالي اتحاد طنجة، اشتريته ب 600 الف دولار ومش عارف تدفع له مليم، غير ان هو هياخد منك مليون دولار. يعني انت بتتكلم في مليون و600 دولار، والواد ما لعبش معاك ماتشين على بعض. ادي اول اخفاق. وبعد كده اترفع عليك قضايا كتير من يانيك فريرا ده لسه جاي في السكه، وفرجاني ساسي وجروس وصلاح مصدق، لعيبه كتير جدا رفعت عليك قواضي. انت داخل في السبع قواضي قيد. يعني انت الزمالك اصلا كده اتفتح النهارده مش هيعرف ان هو يعمل اي حاجه. يعني الزمالك مش هيعرف ان هو يعني اي لعيب جديد غير لما يدفع الفلوس دي كلها. طب الفلوس دي كلها تيجي منين؟ مفيش ولا واحد هيستثمر في نادي الزمالك الايام دي او يديك اي فلوس وعارف ان الزمالك بيغرق. يعني ما تجيش تقول لي هنجيب رجل اعمال دي نخليه يمسك. طب ما هو يمسك ازاي اصلا او يديك ازاي وهو عارف ان الزمالك بيغرق؟ الزمالك حاليا بيقع، ما شفتش ولا واحد من ابناء نادي الزمالك بيقف جنبه. كلهم طالعين يتكلموا في الاعلام فقط لا غير، كله بيتكلم في الاعلام، كله بيتكلم على كله. الزمالك لما بيقع بتكتر سكاكينه، كل الجمهور بتاع الزمالك هو يا عيني هو اللي متاخد في رجليه. الباقي كله ماشيه مصالح، من لعيبه الزمالك قديمه كلها ماشيه مصالح عشان تركب على المصلحه، كله يركب فوق بعضه. لكن هل في حد بيقف جنب الزمالك؟ ما شفتش ولا واحد بيقف جنب الزمالك، كلهم بيدوسوا على الزمالك اول ما بيقع. نيجي بقى لاخر خبر معانا، وهو منتخب مصر. الحمد لله منتخب مصر يصعد من دور المجموعات لدور ال 16 بسبع نقط، وتصدر المجموعه الاولى. وان شاء الله هنقابل بنين لو الدنيا مشيت مظبوط، هنقابل بنين في دور ال 16 وان شاء الله هنكسبها. وتوقعاتي لمصر في البطوله دي
الناس كلها مش هتقتنع بيها. انا بقول ان مصر مبدئيا طلعنا من دور المجموعات الحمد لله، صعدنا منه. نيجي بقى للكبيره، احنا دلوقتي دخلنا دور ال 16. طيب انا ما اعرفش بعد ماتش بنين هنلاعب مين، بس انا هقول لك ايه اللي هيحصل. اول ماتش مصر هتلعبه مع بنين لو صعدت تمام والدنيا مشيت مظبوط، مصر هتكسب 2-0. بعد كده هتكسب 1-0. بعد كده هيلعبوا ضربات جزاء وهتكسب. بعد كده مصر هتلعب النهائي مع المغرب، ومصر هتكسب النهائي مع المغرب 3-1. اسمع اللي انا بقول لك عليه، مصر هتكسب النهائي ايا كان بقى اللي هيصعد، بس انا متوقعها المغرب. ايا كان اللي هيصعد مصر هتكسب النهائي 3-1 ان شاء الله. ان شاء الله مصر تكسب وتفرحنا كلنا ونبقى سعداء ومبسوطين، بدل الغم اللي احنا بنشوفه من الاهلي او من الزمالك. الاهلي اللي يطلع من دور ال 32، والزمالك اللي لعيبته بتهرب ومش عارف يدفع الفلوس اللي عليه، والدنيا خربانه. فهو مفيش حاليا قدامنا غير ان احنا نشجع المنتخب ان هو يفرحنا، علشان المهزله اللي بتحصل دي تقف، علشان الواحد جد، الواحد زهق، الواحد مل. كفايه ان النهارده كمان الاهلي، انا ما اعرفش الفيديو ده لما هينزل هيبقى الاهلي لعب ولا ما لعبش، بس النهارده في وقت تسجيل الفيديو ده كمان كام ساعه الاهلي هيلعب مع المقاولين العرب في كاس الرابطه. والله 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 ما عندي احساس ان انا اخش اتفرج على لعيبه عالة زي دول. فلو الفيديو ده نزل النهارده او شفتوه سواء قبل الماتش او بعد الماتش، اعرفوا ان الاهلي النهارده مش هيكسب. الاهلي لعبته عالة، الاهلي لعبته بقت وحشه قوي، وبدات اخاف من المدرب. على الله يكون بيجرب في اللعيبه دي عشان يشوف مين ماشي ومين قاعد. انما لو كمل كده عليه العوض ومنه العوض. ولو انت وصلت لحد هنا يا صديقي، فانا بشكرك جدا 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 جدا، واكون سعيد جدا 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 ليك لو انت نزلت دوست لايك واشتركت في القناه وسبت لي كومنت لذيذ كده وجميل. هكون سعيد جدا جدا جدا.